للزميل مؤيد اسكندر والى كل ضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الافاضل ايها الاحبه في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم في الشامبيونز ليج الافريقي في التوتال نركيس، حيث قمه الجيران، لقاء العرب، مواجهه ليبيه سودانيه سيذكرها التاريخ ويدونها الكاتب بالبونت العريض. اكتب في بلاد المختار، في بلاد الحضاره والاثار، في ليبيا، من الجبل الأخضر إلى شم وصولا لعروس بحرنا إلى العصية، حيث استقرت سفينة زرقاء تحركت من شارع النيل بحثا عن مجد وتاريخ وفرحة لشعب حزين لتواجه مشوار أحمر طويل لا يعرف معنى الانكسار والاستسلام. فك على سيد الأولين، وهذه كرة في البداية ومراد يتصدى أول الكرات الهلالية والمباراة من دون أي إشارة. كرة هلالية بنكهة ليبية على أرضية ملعب شهداء بن الآن، على الكرة على اليسار، الكرة للهلال والحمد لله يأتي لبعاد. الحمد ظهر الجمهور الأهلاوي، الكورفة وكل من يتوي، وكان موسم استثنائي لعناصر النادي الأهلي. والآن كرة أسامة بالعيد في صراع ثنائيات ليعود التماس في التجربة. والآن كرة لجان كولودو، جان حذاري يا شباب، يمشي بالكرة على اليمين، أول هجوم أهلاوي عرضية ولكن يأتي لبعاد. أول كرة كانت بعيدة، أول الكرات جان كولودو، جان عرضية ولكن برافو للتروني، يحاول يدخل في البدايات، حذاري من التسديد، يدخل يمر روما خطيرة الآن ولكن تسديدة ضعيفة من سالم روما لتكون بين أحضان والكرة هلالية. حذاري يا شباب، حذاري يا شباب، يمشي الكرة على اليسار عرضية ويأتي لبعض. وهنا الجمهور الأهلاوي حاضر باتجاه من 1 و2، رايعة لسالم، هذه كرة حولة، يلا يا أسامة، رايعة الكرة سويب بن سليمان، مستعد دقائق سيعطي الثقة لأبناء الأهلي في كرة الآن بالراس. يا حذاري يا شباب، التركيز يا شباب، برافو كاساغا، رايعة يا كاساغا ويا بلول. تسديد عن طريق جان كولودو، حذاري من الكرات البينية خلف المدافعين، حذاري يا بلول. تكلمت عليها لأني أعلم الهلال خطير، كولود خطير، 7 حذاري يا تروني، ما يعديش يا تروني، وبرافو إلى سالم روما الآن، روما إلى سويب، يا عيني كرة على طريقة توني كروس، سويب بن سليمان كاد أن يسجل ويفتتح النتيجة. تأهل وواجه أسيك ميمو شباب خلف المدافعين، وهنالك لمسة يد وخطأ لتعود الكرة للنادي الأهلي. ستيفن حذاري والكرة وهمية كانت أمام الأسرى الألمان. روما بن سليمان الآن، سويب تسديدة يا سويب، تعاند الأهلي يا سويب، تعاند الأهلي يا سويب. لا في كرة خلف المدافعين الآن بالعيد كان من جان كولودو ومحمد التروني، كرة بينية ولا عالية في ملعب شهداء بنينا ككرة التر وباتجاه بلول، أين ستكون؟ كرة عالية ولكن ناقصة، كرة ناقصة من عرضية، تسديدة يا سويب، يا سويب، يا سويب، أنت في حضرة الأهلي، تروني بالرأس عالية، من يجيب كرة هلالية الآن، حذاري يا شباب، ويأتي المقصية بدون عنوان، تكون سهلة لمراد الوحيشي. حذاري من المساحات في الشوط الثاني، وتسديدة من ستيفن، اوف قوية جدا، دور اللعب والكرة، حذاري من التسديد، حذاري من التسديد ولكن سهلة بين أقدام أو بين أحضان القوي. يواصل التروني عرضية الآن ويأتي لسوريا، لعيب يا فنان، والكرة ممكن أول الأجوال والتصدي بالعيد، يحاول، الخطر مستمر، أرى في عينك عرضية جول منصوري عالية ولكن
من جانب أسامة بالعيد. أسامة يستمر رائع. يا سلام. بهلول يستحوذ بوسامين. جرب شوط يا بهلول. جرب يا بهلول. جرب. عليك أن تكون أناني في بعض اللحظات. كرة باتجاه يا عثمان. يلعب كرة عالية. هي الكرات. حذاري يا تروني. غطي يا تروني. برافو لمحمد. غير لاعب على اليمين. اضغط يا تروني. حذاري من العرضيات. حذاري من العرضيات. يا كاساغا. يا كاساغا لو لمست ترى. كرة على اليمين علوية. حسين. رايح حسين. ولكن على اليسار يا حسين. زكريا يضيع. ضاع مع الحلم يا منصوري. ضاع مع هلال يا زكريا. يلا مش مشكلة. نعوض. تعوض يا كاساغا اللي حافظ على كورته. يلعبها لمراد لحيشي. الآن كرة عالية. إبعاد. التغطية وين؟ حذاري من جاك كولودو. حذاري يا تروني. حذاري يا تروني. وبرافو يا مراد. برافو يا مراد. حذاري يا تروني. بيا لتروني. بحث عن مساحات. البحث عن مساحات. يا بلول. حذاري ومراد. وياتي الهدف. هدف ساذج للأمانة وخطأ دفاعي من فريق الأهلي. وكاد أن يتصدى كاساغا ولكن يأتي الهدف لفريق الهلال في مرمى فريق الأهلي. يلا مش مشكلة شباب. نعوضوا هذه الكرة. الدخول كان من محمد غربال. والتصدي. شوف الكرة هنا كان ما يستلمش. كاد أن يبعدها بهلول بوسامين أو كاساغا ولكن يلعب الكرة عالية مراد. وخروج لحارس من باتجاه جون حيرة. وصراع الآن. حذاري من الأخطاء. وحكم مباراة. يلعب التماس الجانبية والكرة بالرأس. تسديدة. أي كرة أخيرة يا مفتاح. يا طقطق يطلب المساندة اللي كان استحق أن يسجل هدف 2. سلسلة المحشي أو سلسلة البوار أيا كان بقى الحشو. يلا بينا نشوف الآن. هنحط الزيت. أنا دايما بعمله بزيت مش بسمنة. كمية كويسة جدا. أنا بحط نص إزازة. وبعد كده البصل اهو أنا مقطعاهم جاهزين. هسيبه لحد ما ياخد اللون بقى اللي انت هتشوفه دلوقتي. يعني أغمق من كده شوية. بعد كده هجيب بقى الصلصة دي متفرزة عندي. طلعتها سبكتها تسبيكة كويسة جدا طبعا بالتوابل والملح والحاجات اللي احنا نحطها عليها. نحط كمون وملح وساعة فلفل اسود وشطة حمرا تكون حرقة اهو. ده كده خلاص هسيبها لحد ما تفك. وبعد كده ابتدي احط